ولا بد لي في هذه اللحظات الحاسمة من أن أوجه تحية من القلب إلى هؤلاء العسكريين البواسل الذين جاءوا إلى قطرنا من المغرب الشقيق ليشاركوا في معركة العزة والكرامة وليقدموا الدم سخيا إلى جانب إخوانهم في سوريا ومصر، فجسدوا بذلك وحدة الأمة ووحدة المصير وقدسية الهدف. جنود التجريدة المغربية يزحفون نحو الجبهة السورية للمشاركة بحرب الثأر العربية ضد إسرائيل في 6 أكتوبر 1973. 6000 مقاتل ولواء الدبابات المغربي الوحيد حينها زجهم ملك المغرب الراحل الحسن الثاني بالمعركة. سوريا صنفت حضور المغرب بالمشاركة الرمزية، لكن إسرائيل سعت بكل الطرق لثني المغاربة عن القتال. وعند الاشتباك حدث ما خشيت منه إسرائيل. المغاربة مع العراقيين حرروا أجزاء من الجولان. التجريدة المغربية دخلت أيضا جبل الشيخ قبل قرار مفاجئ من حافظ الأسد بالانسحاب وترك المغاربة لمصيرهم دون تغطية جوية، ما جعلهم صيدا سهلا لإسرائيل لتبدأ مقتلة المغاربة بحرب أكتوبر. فماذا فعل صدام حسين لينقذ جنود المغرب؟ فتنة قصر السوق. بعد ساعات من إعلان مصر وسوريا حربا متزامنة على إسرائيل في الجولان وسيناء، أخطر الملك الحسن الثاني حافظ الأسد أن خيرة مقاتل القوات المسلحة المغربية وجنودها بطريقهم لسوريا، ليبلغ عدد جنود تجريدة المغربية المتجهين لسوريا 6000 مقاتل مع عدة دبابات ومدفعية ومدرعات قتالية، الذين كان أغلبهم من ثكنة قصر السوق سابقا الرشيدية حاليا ومن مدرسة الدار البيضاء بمكناس. تشير إسرائيل. معلومات استخباراتية بدأت تتوارد لإسرائيل أن التجريدة المغربية التي تضم لواء الدبابات المغربي الوحيد تحت إمرة الجنرال الراحل عبد السلام الصفريوي حينها قد تخلق ضغطا عسكريا على إسرائيل بسبب تدريبها الجيد جدا، إذ تضم خيرة ضباط وجنود المدفعية المغربية ومقاتلين مشاة محنكين ومدربين بشكل جيد، وينتمون لمدرسة عسكرية لا علاقة لها بأوروبا الشرقية، ما حدا بإسرائيل لإلقاء منشورات فوق الجيش المغربي بلغة تحمل التقدير والاحترام لثني القوات المغربية عن المشاركة بالحرب. لكن شيئا ما كان سيحول بين التجريدة المغربية وجيش إسرائيل. حافظ يخون وصدام ينقذ. فور وصول القوة المغربية للجبهة السورية اشتركت إلى جانب القوات العراقية في الزحف صوب الجولان، خاصة باتجاه القنيطرة وجبل الشيخ، لتغطية قطاعات لم يكن يغطيها الجيش السوري. جنود المغاربة خاضوا معارك وصفتها كتب التاريخ بتكسير عظام ضد إسرائيل، وتمكنوا من تحرير أجزاء مهمة من هضبة الجولان مع وحدات عراقية، قبل أن تنجح التجريدة المغربية من دخول جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق وتل أبيب. وكان من المفترض حينها أن توفر طائرات الميج السوفيتية الصنع التي كان يحلق بها طيار الجيش السوري الغطاء الجوي والحماية للكتيبة المغربية بجبل الشيخ، إلا أن أمرا مفاجئا صدر من حافظ الأسد بالانسحاب بعد أن وصل الجيش السوري لعمق الجولان وبات على مشارف بحيرة طبرية، بينما كانت القوات المغربية في العمق داخل جبل الشيخ ولم تكن على علم من انسحاب القوات السورية، ولم تصل أي أوامر للقوات المغربية بالانسحاب، ما جعل الطائرات الوحيدة التي تحوم فوق رؤوس المغاربة هي ميراج الفرنسية وإف-5 الأمريكية التي يحلق بها طيار إسرائيل، حيث بدأت مقتلة المغاربة بسقوط عشرات الشهداء قبل أن يعود جبل الشيخ لسيطرة إسرائيل التي لم تتوقف عن قصف الكتيبة المغربية، رغم أن صدام حسين لم يكن رئيسا حينها، لكنه كان مهيمنا على القرار العراقي فأمر طياريه بتأمين الغطاء الجوي لمن تبقى من جنود المغرب للانسحاب والحفاظ على حياتهم، ما حال دون إبادة جميع الجنود المغاربة حينها. أما في القنيطرة خسرت المغرب نحو 150 شهيدا،
بعد معارك وصفتها إسرائيل بأنها بين أكثر الاشتباكات